قصتنا بتبدأ مع 3 اخوات كانوا فقراء جدا وما كانش معاهم غير شجرة جوافة واحدة بس، وكانوا بيهتموا بيها كويس جدا لدرجة ان كل يوم في واحد من ال3 بيقعد تحت الشجرة والاتنين التانيين بيبقوا مراقبين البيت من بره. وفي يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى بعت ملاك على هيئة انسان الى ال3 اخوات دول وامره انه يساعدهم. ولما الملاك نزل على الارض على هيئة شحات بدأ انه يروح على شجرة الجوافة دي، ولقى الأخ الأكبر تحت الشجرة فطلب منه جوافة. فبدأ الأخ الأكبر إنه يديله كمية من الجوافة وقال له دول نصيبي من الجوافة، بس مش هقدر أديك أكتر من كده علشان الباقي نصيب إخواتي. بدأ الملاك اللي هو على هيئة إنسان إنه يشكر الأخ ده ومشي. وفي اليوم التاني كان الأخ الأوسط هو اللي عليه الدور يحرس الشجرة، فبدأ الملاك إنه يروح له وطلب منه جوافة. فبدأ الأخ الأوسط إنه يعمل نفس اللي أخوه الكبير عمله بالظبط. واليوم التالت طلب الملاك من الأخ الصغير نفس الطلب، وكان رد الأخ الأصغر نفس رد إخواته الأكبر منه. وبعد أيام بدأ الملاك إنه يروح لل3 إخوة مرة تانية بس على هيئة رجل خارق، وقال لهم تعالوا معايا واطلبوا اللي انتوا عايزينه وأنا هجيبهولكوا. بدأ الملاك إنه يسأل الأخ الأكبر أنت نفسك في إيه؟ فرد عليه قال له أنا عايز أنهار فيها مشروبات متنوعة ورجال يعملون تحت أمري. فبدأ الملاك يحقق له أمنيته، وبدأ الأخ الأوسط يطلب من الملاك إنه يمتلك خرفان خاصة بيه. وبدأ الملاك يحقق أمنيته وكمان بقى في تجار بيشتغلوا معاه. وجه الدور على الأخ الأصغر بس طلب الأخ الأصغر كان مختلف تماما عن إخواته. لما الملاك قال له اطلب اللي انت تتمناه رد عليه الأخ الأصغر وقال له أنا مش عايز حاجة غير إن ربنا يكرمني بزوجة صالحة وتقية. وبدأ الملاك إن هو يحقق أمنيته. بعد فترة كبيرة ربنا سبحانه وتعالى بعت الملاك مرة تانية علشان يشوف ال3 إخوة دول عايشين ازاي دلوقتي. فبدأ الملاك انه ينزل على الارض على هيئة شحات برضه، فبدأ انه يروح للاخ الاكبر وطلب منه انه يشرب من انهاره. فرفض الاخ وقال له انا لو اديت كل واحد كأس من انهاري كده انهاري هتخلص. بدأ الملاك انه يبدل الانهار دي الى يابس وقال له ارجع احرس شجرة الجوافة زي ما كنت الاول. وبدأ الملاك يروح للأخ الأوسط وطلب منه قطعة لحم لأنه جائع جدا. رفض الأخ إنه يديله وقال له لو اديت كل واحد بيطلب مني لحمة كده اللحمة كلها هتخلص. وبدأ الملاك إنه يرجعه فقير تاني زي ما كان الأول. وبدأ الملاك يروح للأخ الأصغر، ولما راح لقاه مع زوجته في بيت فقير فطلب منهم إنه يقعد ليلة واحدة بس لأنه هو جاي من سفر طويل. بدأ الأخ يرحب بيه بترحيب عظيم جدا وقال له معلش سامحني علشان مش هعرف أخدمك علشان احنا فقراء جدا. وطلب الرجل من زوجته انها تعطيه رغيف من الخبز وكأس به ماء ليعطيه للملاك. فالملاك قال له يلا تعالوا كلوا معايا. فكذب عليه الرجل وقال له احنا اكلنا منذ قليل حتى لا يشعروه بالحرج. وفرح الملاك بسبب كرم الزوجين وبدأ انه يحول الكوخ اللي هم كانوا قاعدين فيه الى قصر ضخم به كل شيء من حيوانات وخدم وعمال. وبدأ الملاك انه يودع الزوجين وبدأوا انهم يعيشوا في سعادة باقي ايام حياتهم.